السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعضينا التورته الدورين ديت بتاعت سبوع. ان شاء الله هتعجبكم، وكمان استخدمت فيها ادوات من المطبخ يعني سهلة جدا وبسيطة. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية ان شاء الله هتستفيدي. بس حابة اقولك الاول، لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نشوف الفيديو اتعمل ازاي. اول حاجه كده انا استخدمت 9 بيضات للكيكتين ديت. الكيكه الكبيره مقاس 24 سنتي خدت فيها بالظبط 6 بيضات، والكيكه الصغيره استخدمت فيها 3 بيضات. وان شاء الله احط لكم لينك الفيديو بتاع الكيكه بالتفصيل في صندوق الوصف، لان طبعا انا لو نزلته يعني هيطول الشرح والفيديو هيطول معانا. هتقطعي كده بالطرنش او بسكينه مشرشره او بالمنشار زي ما بعمل كده عشان يطلع معاكي بس بالتساوي ويقطع معاكي كتير. فانا هقطع الكيكتين بالشكل ده للنهايه. هتحشي بقى بالكريمه. معاكي كل كوبايه من الكريمه بتاخد كوبايه متلجه من الميه الساقعه جدا جدا او اللبن، مفيش مشكله طبعا عشان انت هتحشي، فلازم تكون قوام الكريمه صلب شويه ومتماسك علشان يثبت لي الكيكه ويخليها كده ما تروحش وتيجي معايا. طبعا في التغليف عادي ممكن تعملي مثلا لكل كوبايه كريمه ممكن تعملي كوبايه ونص من الميه المتلجه. الكريمه طبعا اللي هتفيض منك انا حاطه جناش على جناش شوكولاته. ان شاء الله هحط لكم برده لينك الفيديو في صندوق الوصف. انا حطيت على الكريمه البيضه او الحشو طبعا اللي انتي عايزاه. المرحله دي اسمها مرحله الكرامب كوت، يعني بتلم كده بالكريمه اللي فايضه منك، بتلم كده كل الفتافيت بتاعه الكيك بحيث انك انتي لما تحطيها في الفريزر تشد معاكي وتيجي تغلفيها بالطبقه اللي بعد كده يكون الموضوع سهل معاكي وما تتلمش معاكي الكريمه طبعا وتيجي توزعيها كده فتقطعي الكيكه وتخربشها وتخلي الكيكه تطلع معاها. فانا غلفتها كده باللون الابيض، وبعد كده انا هعمل اطار من تحت باللون الزهري او الازرق الزهري لان ده ولد. تمام. هستخدم اللون الازرق واللون الموف واللون الاخضر. لو ما عندكيش اللون الموف خلاص اكتفي باللون الازرق بس، هديكي لون ازرق كده بس فاتح شويه. واعمل اطار كده خفيف خالص بالكيس بتاع الحلواني. لا ده كيس التلاجة، ده بقى كيس التلاجة. لو ما عندكيش كيس حلواني هتعملي اطار كده بسيط من تحت، وطبعا كل ده هترجعي تلميه تاني. يعني انت هتعملي بس اطار سميك شويه وهترجعي تلم الزوائد بعد كده. خلاص بالشكل ده. شكل سهل جدا وبسيط، ما فيهوش تعقيدات خالص. اهم شيء بس ما مش عايزين نلطش اساس التورتيه اللي هو الابيض من فوق. نفس الطريقه برضو الكيكه الصغيره هستخدم كيس تلاجة وهوزع كده الكريمه البيضاء بالشكل ده. تمام. وطبعا هغلفها واجلسها معاكم وتاخدي وقتك خالص في تغليف الكيكه لغايه ما تبقى معاكي ناعمه تماما وانسيابيه بالشكل ده. وزي ما اتفقنا ممكن تخلي الكريمه طريه شويه، يعني مش لازم تخليها يابسه وتقلبيها جامد بحيث ان انت تطلعي منها الهواء قبل ما تغلفي علشان ما تعملش معاكي فقاعات كده وتبقى مخرزه معاكي. في المرحله دي انا هستخدم مقوار عادي خالص من عندك من المطبخ، يعني مفيش افتكاسات بقى خالص ولا حاجات خزعبليه. ده مقوار عادي خالص وهتعملي بيه طريقه الزجزاج بالشكل ده. هيديك شكل جميل جدا وسيمبل وبسيط وفي نفس الوقت برضو شكل جميل قوي، يعني مش معقد يعني. زجزاج بالشكل ده. طبعا انت هتعملي الكيكايه كلها للنهايه بنفس التكنيك ده كده. طريقه سهله جدا وبسيطه وتقدري تعمليها. انا طبعا هدخلها الفريزر تشد معايا شويه عقبال ما اعمل النجوم. ده سكر ملون عادي خالص، يعني كان سكر حبيبات وبحط عليه لون جل وعليه نقطه ميه بسيطه وبقعد ارجه في البرطمان لغايه ما يعمل معايا سكر ملون، وطبعا ملون باللون الازرق.
دي عجينة شوكولاتة، هحط لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وبرضو هتظهر معاكم في البطايق اللي بتظهر فوق، اللي هي علامة الاي اللي فوق ديت. المرحلة دي هستخدم فيها قطاعات النجوم، ولكن انا كنت حابة بصراحة ان انا استخدم عجينة السكر افضل من عجينة الشوكولاتة، لان انت تنتظري عليها كتير تشد معاكي في الفريزر. كمان ملحوظة، لازم تكون سميكة شوية عشان تعرفي تدخلي فيها عود الخلة بالمنظر ده. وطبعا لو هي متواجدة معاكي، يعني انت هتعملي التورته دي وتستخدميها في نفس الوقت او في نفس المكان، يفضل ان انت تستخدمي بدلها عجينة السكر، لانها بتكون قاسية شوية وبتستحمل، لكن عجينة الشوكولاتة ما بتستحملش. خلاص. الاطار كده بتاع التورتايه الاساسيه القاعده، بستخدم ضغط عادي ذهبي، وبحط عليه حوالي نقطتين كده من الزيت، او ممكن تحطي ميه مفيش مشكله، بس اهم حاجه لو هتحطي زيت يكون نوعيه نظيفه وملوش ريحه ولا ليه يعني ما يكونش ريحته كده نفاسه يعني. تمام. وهعمل الاطار بتدي لمعه اكتر، وبروزتات كده بسيطه تكسري بس اللون الابيض، وهنزل بيه مواسير كده بلاستيك او اعواد خشب، بس بتكون سميكه عن اللي هي اسياخ الشيش طاووق. لما تيجي ترفعي بقى الكيكه هترفعيها بالطريقه دي، بيكون اسهل جدا، و هسهل عليك الدنيا اكتر، غير لما انت تعمليها يعني كلها من تحت. هتجيبي بس سكينه وترفعيها من فوق وتسنديها من تحت وترفعي بكل سهوله، وما تعنيش السكينه غير لما توسطنيها كده في النص بالظبط. هستخدم اللون الابيض واللون الازرق الزهري، واعمل كده روزيتات بسيطه خالص كده ساده. ودي طبعا بالقطاعه العاديه المربعه عملت بيها اطار كده من عجينه برضو الشوكولاته، وكتبت عليها كده بالحروف. استخدمت عجينة الشوكولاتة، بصراحة أفضل حاجة إنك أنت تعملي منها الدباديب أو المجسمات، لأن بتكون بصراحة طعمها جميل بالنسبة للأطفال، لأن الأطفال بيشبطوا أصلا في الحاجات الصغنططة دي والمجسمات دي. أنا ما عملتش، أنا عملتها مع نفسي، ولكن أنا جبتها من قناة أجنبية، فيفضل إن أنت تجيبيها من قناة أجنبية أفضل بكتير من إن أنا أوريها لك، علشان كانت بصراحة هتطول الفيديو جدا. فانت ممكن تكتبي كده ازاي طريقتها في القناة الأجنبية، وهجيب لك كتير جدا عاملينها يعني. ده الشكل النهائي ليها. طبعا الكور دي المدهبة ديت عبارة عن كور من عجينة الشوكولاتة بس البيضة، وحطها في دست مدهب، بس دحرجتها فيها بعد ما جمدت، وادتني الشكل الدائري ده. شكلها جميل جدا وطبيعية، وكمان يعني تتاكل طعمها حلو جدا. التورتايه جميلة جدا وسهلة وبسيطة وسيمبل خالص وما فيهاش تعقيدات. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.